دي شجرة مانجا مزروعة في الكومباوند. للأسف احنا بنقول المكافحة زي ما انا بكافح جوه الفيلا عندي، عايز فيلا جميلة نظيفة نباتات صحية، لازم المكافحة تبقى برضو في الصيانة الخارجية أو في اللاندسكيب الخارجي. إصابات فطرية كتير اهي زي ما احنا شايفين، عفن هبابي اهو، إصابة حشرات قشرية. البيضة دي حشرات قشرية اهي، الأبيض ده اللي احنا شايفينها دي حشرات قشرية، عفن هبابي منتشر. الشجرة ظهرت، التزهير جالها بياض دقيق، البياض دقيق ده ممكن ينتشر عندك لكل الفيلا المحيطة دي اللي احنا شايفينها، كل الأماكن المحيطة دي. لو انت بتهتم جوه الفيلا عندك بالرش الحشري والفطري، شجرة زي دي كفيلة ان هي تعديك كل يوم بالأمراض اللي فيها. بعدم المكافحة اهي اللي فيها ده، كل ده كفيل ان هو يعدي كل المنطقة المحيطة عندك. كل ده اهو إصابات حشرية. صورها كده كويس يا محمد. اهو اه اه اصابات حشريه، اصابات فطريه في التزهير اللي خارج. كل ده كفيل يا جماعه ان هو ينقل العدوى لاي فيلا في دقائق معدوده. انت بتشعى جوه بتكافح بترش، والصيانه الخارجيه بتبقى للاسف رديئه، مفيش اي حمايه، مفيش اي تقليل، مفيش اي رش حشري بطريقه منتظمه، مفيش اي رش فطري، وهكذا. وفي النهايه تبقى انت مضرور، للاسف اهو زي ما احنا شايفين كميه اهمال كتيره، مفيش اي تغذيه، مفيش اي تقليم، مفيش اي نظافه، مفيش اي وقايه من الاصابات الفطريه والحشريه. ففي النهايه اللي داخل الكومباوند بيبقى مضرور. الصيانه او الرعايه الخاصه باللاندسكيب الخارجي هي جزء لا يتجزأ من الحمايه المتكامله لاي نباتات موجوده في اي كومباوند.